جدودنا وابائنا، ده لا يقلل من شأننا على الإطلاق ولا ينتقص من رجولتنا. طب تقبل رئيس مسيحي؟ طبعا مسيحي مصري؟ طبعا اكيد. ما مش انت كياسر، المجتمع لازم يقبل الكلام ده، لازم وانت عندك اغلبيه برلمانيه منتخبه انتخابا شرعيا من الاسلام السياسي. هو ده لازم يتغير. يعني ايه رئيس مسيحي؟ ما فيش حاجه اسمها رئيس مسيحي، ما فيش حاجه اسمها رئيس مسلم، في حاجه اسمها رئيس مصري. تمام. الكفاءه هي الاولى. يعني لو انا عندي حد زي الدكتور مجدي يعقوب وعندي مرشح تاني لوزاره الصحه، بلاش رئاسه، اختار مين؟ بالعقل والمنطق. لا انا هختار حد، انا مش هختار ابدا الدكتور مجدي يعقوب، لان الدكتور مجدي يعقوب بيأدي مهمه انسانيه قاعد في المستشفى بيعمل عمليات جراحيه وكل واحد يعمل شغلته. ده مثال. اعذرني، انا عارف، اعذرني عشان ندخل من الموضوع ده اللي